لأي بنت كتنوض كل صباح وكتجمع القوى ديالها قبل ما تدخل المدرسة، ولأي بنت كتمثل أنها بخير ولكن من الداخل عامرة جروح، ولأي بنت كتتحمل كلام قاصح، نظرات جارحة وضحك ماشي في بلاصتو. إلا كنتي انتي من هاد البنات، هاد الرسالة عليك. هادشي اللي كتعيشيه ماشي ساهل وماشي هين، وكلمة تفوتي ولا صافي تطنشيهم ولا تحقريهم ما كتكونش هي الحل ديما، حيت اللي كيتنمر عليك وكيجرحك ما كيستخدمش غير لسانه، كيستخدم واحد النظرات واحد التعليقات سلبية والإحراج قدام الناس. وأسوأ حاجة هي ملي كيولي عنده هاد التنمر عادة يومية، تما صافي كتبقاي تستني غير امتى يدوز الوقت باش تمشي لداركم تهربيو وتبلعي على راسك في شي بيت وكتقدري كاع تبقاي تبكي. التنمر كيخلي الواحد يشك في راسو، في قيمته، في الشكل ديالو، في اللباس ديالو، في صوته، في اي حاجه كتتعلق به. وهذا الشيء تقريبا كيوقع بزاف للبنات اللي القلب ديالهم طيب 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 بواحد الدرجه كبيره، اللي ما كيبغيوش المشاكل وكيسكتوا باش ما يجرحوش الطرف الاخر. وهنا كنطرحوا سؤال: علاش كاينين ناس كيتنمروا؟ الجواب سهل وبسيط وواضح، حيت كيحتاجوا يحسوا بالقوه، هما براسهم كيكونوا مقموعين، واسهل طريقه باش يحسوا بديك القوه هي يطيحوا بشي حد، يتنمروا عليه قدام الزملاء ديالو الى اخره. يعني التنمر ماشي دليل على الضعف ديالك، ولكن دليل على الضعف ديالهم هما. ولا كنتي من البنات اللي دازوا من هذا الشيء، خصك تعرفي باللي المشكل ماشي فيك انتي، راه ما فيك حتى شي عيب، والكلمه اللي جرحاتك ما كتوصفكش ابدا، ولكن كتوصفهم هما، كتبين على انهم حاقدين وخايفين وما مربينش مزيان. وكاين نوع اخر من البنات اللي دازوا من نفس الالم ولكن كيقرروا يديروا حد لهذا الشيء، كيبينوا قوتهم الداخليه وكيخليوا اي كلمه طيح قدامهم كما كانت، حيت كيعرفوا قيمتهم الحقيقيه وما كيعطيوش قيمه لاي واحد، حيت عارفين واحد المثل مغربي اللي كيقول: العياب يعيب وخياله يشيب. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا المثل واش كيقول. وثقي بيا، الا عرفتي قيمتك ما غادي يبقى حتى واحد يطفي النور ديالك. الضعف الحقيقي هو انك تخلي شي حد ناقص يطيح بيك وبقيمتك، ويخلي عندك شك في شي حاجه اللي هي اصلا زوينه فيك. وما تنسايش هذه الرساله: ماشي كل حرب خاصها مدابزه وصداع، كاين حروب كتربحيهم بالصمت، بالكرامه، بانك ما كتبدليش القلب ديالك. الا كانوا يسخروا من شكلك، راه الجمال ماشي هو اللي كيبان في الصوره، الجمال الحقيقي هو الهدوء، النظافه، الذوق والادب. ونهار اللي غادي تفهمي فيه هاد الحقيقه، غادي تولي تشوفي المدرسه، العمل، العائله، الحياه واي حاجه بعيون اخرى، عيون فيها القوه، الوعي والاحترام لذاتك. حيت الطيبات ديما كيتقدموا، ديما كيوليو نساء ناضجات وقويات، واللي كتنمر غالبا كتبقى محبوسه في القساوه ديالها. ونهار غادي تشوفي راسك وصلتي لذاك الشيء اللي كنتي تحلمي به، وتشوفي راسك في شي بلاصه زوينه من حياتك، غادي تشكري الله سبحانه وتعالى ثم نفسك، لانك ما خليتيش القساوه تغيرك ولا الظلم يحول قلبك لحجر. هاد المرحله غادي تفوت، ولكن الدروس اللي غادي تبقى معاك غادي تصنع منك شخصيه قويه، صبوره، واعيه وعندها قيمه كبيره. وبغيت نختم ليك بهاد الكلمات: انك ماشي ضعيفه، انك فقط كتقاتلي بصمت، وهذا هو اقوى نوع ديال القوه. وهذا الفيديو رساله قلبيه لك انت بالذات. وشكرا لكم على الاستماع، وما تنسوش ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، والى اللقاء.